هنقيم مع بعض لعيبه النادي الاهلي، بس قبل ما نقيم في 2 لعيبه مش محتاجين تقييم، ده احنا لو عملنا لهم حلقتين 10 مش هيكفوهم. يعني لو رحت لزيزو او بن شرقي او بن رمضان، الثلاثه دول الصراحه عملوا ماتش، وتريزيجيه ده مش عارف جرى له ايه، يعني عليه علامه استفهام. بس انت بص على بن شرقي، بص على بن رمضان، بص على زيزو، بص على زيزو ذات نفسه. شفت طب الاسيست اللي بن رمضان عمله لزيزو ازاي بقى؟ شفت الكوره عطاها لزيزو، عطاها لبن رمضان، بن رمضان 2 ماسكينه في وسط الاثنين دول، مره واحده لقيت بن رمضان لوحده بيرفع اسيست لزيزو، زيزو بيجيبه براسه. يعني انت متخيل؟ شوف العظمه اللي الاثنين دول بيعملوهم، بالذات زيزو وبن شرقي وبن رمضان. طب ازاي بقى؟ شفت الكوره اللي اشرف داري خدها، يعني كسر كده من المهاجم اللي كان داخل عليه وعطاها لمحمد شريف. طب ازاي اللي حصل بقى في الكوره دي؟ محمد شريف بدل ما يستلم بشماله يعدلها ليمينه ويشوط، لا، استلم بيمينه. طب انت استلمتها بيمينك هتشوطها بيمينك برضه؟ لا، انت لازم تستلم بشمالك تعدل ليمينك تشوط بيمينك. فالكوره دي ضاعت، فاعتبرها هدف مؤكد من صناعه اشرف داري رجع الماتش الاولاني ليه ده، بس عمل اداء جيد جدا جدا. اشرف داري احنا كنا بنقول خلاص اشرف داري خارج النادي الاهلي ونحاول نجيب مكانه مدافع يكون سوبر، لكن لا، اشرف داري المفروض يعني يكون هو المدافع الاساسي جنب ياسين مرعي. هتقول ياسر ابراهيم وحش؟ لا، ياسر ابراهيم مش وحش، بس ياسر ابراهيم بيلعب كوره بشراسه، ما بيعرفش يلعب برجليه زي اشرف داري وياسين مرعي. فالاثنين دول عملوا ثنائيه عظيمه قدام فاركو. فانت لو جيت ودخلنا بقى على كريم فؤاد اللي حصل؟ كريم فؤاد بيلعب برجله اليمين، فانت لما تلعبه في مركز الباك الشمال ما ينفعش. ليه بقى؟ انا في الباك الشمال بحتاج رجل الشمال مش رجل اليمين، فهو لعب في مركز غير مركزه واجاد فيه. طب لما محمد هاني اتطرد وجه مكان كريم فؤاد في الباك الشمال، نزل كوكا وودى كريم فؤاد مكان محمد هاني في الباك اليمين. كده كريم فؤاد بقى عدد. وشفت في اخر دقيقتين 3 انطلاقات من كريم فؤاد كانت جامده جدا. يعني انت لو طلعت هاني، بالنسبه لمحمد هاني عمل ماتش جامد جدا، عمل اسيست الجريديشار من رؤيه ممتازه جدا جدا، وعمل اسيست شريف اللي ضيع يجي 3 4 اهداف. هو ما ينفعش يبقى مهاجم الاهلي الاساسي. يعني الواد جريديشار اقسم بالله لو بقى يعني فكوا من شغل النايت اللي بتاع اوروبا ده ولعب بشراسه. يعني انت تلعب بشراسه كده وتتعارك مع المدافعين، شفت وسام كان بيعمل ايه؟ بيهاجم ويخش على المدافع ده، الكره تعطى لده يخش على ده. لكن لا، جريديشار تحس ان هو مستني الكره من اللعيبه الثانيه. لكن لو خد على جو الماتشات ولعبته ماتش ورا الثاني وعرفته يعمل ايه انت كمدرب، لكن ازاي كمدرب مش مقتنع بجريديشار؟ والله جريديشار احسن من محمد شريف بكتير. تقول لي لا، ده محمد شريف مسجل هدف، بس مسجل هدف مضيع قصاده 3 اسهل من بعض. خلصنا بقى من جريديشار، نخش على اشرف داري اللي المفروض يكون اساسي جنب ياسين مرعي برضه المفروض يكون الاثنين دول بدأوا يتطوروا مع ريبيرو، فالمفروض الاثنين دول يكونوا اساسيين مع النادي الاهلي من هنا ورايح، يعملوا ثنائيه جامده جدا. يبقى جنبيهم هاني وفي الجنب الثاني كريم فؤاد او محمد شكري، الاثنين جامدين جدا جدا. نروح بقى لديانج. شفت لما لعبت ديانج بقيت انت مطمن، بتهاجم بكل اللعيبه. يعني انت بتهاجم بزيزو، بتهاجم ببن شرقي، بتهاجم بمحمد شريف، بتهاجم بتريزيجيه، بتهاجم اللعيبه دي كلها وبن رمضان، وبتهاجم ده كله وسايب ورا ديانج ومطمن. اي كوره بتبقى هجمه مرتده بتلاقي بن رمضان وديانج بيقطعوها في ثانيه. شفت بقى اهميه اليو ديانج اللي انت مش مقتنع بيه؟ فاليو ديانج مهم جدا جدا في النادي الاهلي. هنسيب ده كله، لسه ما رحناش لمصطفى شوبير اللي عليه علامه استفهام كبيره جدا جدا. ليه بقى مصطفى شوبير عليه علامه استفهام كبيره جدا؟ لانه حارس كان جامد جدا جدا السنه اللي فاتت، ما اعرفش ايه اللي حصل له. دلوقتي بقى انا بالنسبه لي ان انت خلاص على كده تبدا تلعب الشناوي، تريح شوبير ماتش 2 وبعدين ترجع شوبير تاني. لكن الشناوي ما ينفعش يقعد دكه. انا في رايي الشناوي يمشي عن الاهلي بس ما يقعدش دكه. حارس كبير وقائد فعلا في النادي الاهلي. شرط القياده دي لا سهل على محمد هاني ولا سهل على تريزيجيه ولا سهل على اي حد، فالشناوي بيبقى قائد بالمعنى الحرفي. كده تكون خلصت حلقتنا. لو مش مشترك فكر اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك. السلام عليكم.